هجوم وغزو من الكائنات الفضائية على الأرض للسيطرة على العالم كله. ثانية واحدة، هو في أصلا حاجة اسمها فضائيين وفي حاجة اسمها رماديين، ولا هو أي كلام وخلاص؟ تعالوا بقى أقول لكم، هو فعلا في فضائيين ورماديين؟ وهل فعلا ممكن يهجموا على الأرض عشان يسيطروا عليها؟ طب إيه أكتر الأماكن اللي ظهر فيها الفضائيين؟ الحقيقة إن حقيقة وجود الفضائيين بصراحة حقيقة المرة دي، مش هقول لكم كده. أيوة، في كائنات فضائيين، مخلوقات غيرنا، عايشين على أرض غير الأرض اللي احنا عليها. طيب هو في حاجة اسمها رماديين عايشين في جوف الأرض؟ ما هو الفضائيين خارج الأرض، لكن الرماديين بيقولوا إنهم عايشين في جوف الأرض. طيب الحقيقة بقى إن حقيقة الرماديين برضو حقيقة، مش فيك ومش وهم ومش ضحك على الدقون. الرماديين حقيقيين وموجودين في جوف الأرض. طب هم ليهم علاقة بالجن؟ يعني هم والجن واحد ولا مختلفين؟ لا، المخلوقات الفضائية مخلوقات غير الجن، والمخلوقات الرماديين مخلوقات غير الجن. ولكن الحاجة الوحيدة أو المخلوقات اللي بتتعامل وتتعاون مع الجن هم الرماديين، مش الفضائيين اللي هم عايشين في جوف الأرض. بيتعاملوا مع المخلوقات اللي في العالم الآخر الغير مرئية بالنسبة لنا. معلش بقى، انت بتقولي أي كلام، مخلوقات فضائية على جن على رماديين؟ لا بقى، ربنا سبحانه وتعالى ذكر الإنس والجن، جبتي منين بقى الفضائيين والرماديين دي؟ جبتها برضو من القرآن الكريم، ويخلق ما لا تعلمون. رب العباد هو اللي ذكر كده، مش أنا اللي ذكرت. ليه متأكدة إن في حاجة اسمها رماديين؟ ليه ما نفتيش زي ما بتطلعي تنفي حاجات كتيرة قوي؟ لأني هنا الأحباب اتعاملوا مع الرماديين، ومحدش يسألني عرفتي منين، لأن السؤال ده قدم قوي. طب هم صحيح ظهروا على الأرض وبالفعل ممكن يهجموا علينا ويسيطروا علينا كلنا، ولا دي إشاعات؟ صراحة ظهروا على الأرض وظهروا في بعض الأماكن، لكن مصر ما ظهروش ولا هيظهروا. أمال ظهروا فين؟ واشمعنى في مناطق معينة الكائنات ديت بتظهر فيها أو بتبقى ليها دلالات أخرى؟ ده على حسب كلام العلماء اللي هم رواد الفضاء ووكالات اللي هي الفضائية والعالمية والأخبار اللي بتنزل. هم ليه ما بيظهروش غير في أماكن معينة؟ إيه السر وإيه السبب؟ سر إنهم بيظهروا في بعض الأماكن مش في كل الأماكن اللي على الكرة الأرضية، هو إني أكتر حاجة بتجذبهم هي الأماكن اللي فيها القواعد الذرية، واللي بيستخدموا الأسلحة والمواد النووية. هي دي أكتر حاجة بتجذب هذه المخلوقات بشكل غير عادي، لأن طبيعتهم الكونية غير طبيعتنا الكونية، وحياتهم غير حياتنا. هو مخلوق وإحنا مخلوق تاني. الأرض مهيئة لبني آدم، أما الكواكب والمجرات الأخرى مهيئة لأصحابها ومخلوقاتها. أما بقى عن إشاعة الهجوم اللي على الأرض والسيطرة، ده ما يقدرش يحصل. إحنا ما نقدرش نروح للعالم الفضائي أو المخلوقات ديت علشان طبيعتنا الكونية، ومحدش فينا، وبقولها وبأعلى صوت، بكل الكواكب والمجرات دي كلها محدش خرج بره الأرض. مهما ضحكوا عليكم وقالوا لكم انهم طلعوا معرفش فين وخرجوا فين واستطلعوا لايه، كل ده ضحك على الدقون ولهو، محدش خرج بره. اما بقى عن ظهورهم هم، فهم يقدروا وعندهم القدرة انهم يدخلوا جوه الارض بالقوة والمواد الجاذبة، زي ما قلت لكم من القواعد الذرية لجذب هذه المخلوقات. مين بقى اللي بيحاول يجذب هذه المخلوقات آملين في التعامل معاهم؟ العلم عند الله. بس كل اللي اقدر اقوله لكم اللي انتم ما تعرفوش وبيحصل حوالين العالم، اللي بتدعي انها الامن والامان وان عندها ديمقراطية وانها بتحافظ على حرية اراء مواطنيها، انهم لازم يخوفوا المواطنين بالبعبع المجهول علشان يفضلوا المواطنين تحت سيطرة هذه الدول
ويفضلوا يمدوهم بالمال علشان الأبحاث والاستكشافات، ويفضلوا يخوفوهم ويرهبوهم من البعبع المجهول علشان يفضلوا مسيطرين على مواطنيها. وطبعا عارفين الكلام رايح فين والمين. دول الحرية اللي بتضحك على العالم كله إنها عندها حرية وهي ما عندهاش بربع جنيه حرية. أكيد انتوا عارفين. كل يومين والتاني إشاعات هنا وهناك عن ظهور الكائنات البعبع المجهول علشان هم خايفين على مواطنيهم، والمفروض إنهم بيعملوا قواعد هنا وقواعد هنا حماية للعالم كله. وهي دي الثغرة اللي بيحاولوا يخربوا بيها هنا وهناك علشان البعبع المجهول يفضل مخوف الناس. ما هو كده بني آدم، خوف وارهب تفضل مسيطر. فهمتوا حاجة؟